السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن واحدة من أهم عمليات تصنيع الأشكال الضوئية الحديثة، وهي أفلام سريعة الذوبان ال ODF. هتكلم معاكم النهاردة عن مرحلة الكوتينج، واللي بتبدأ معايا بمرحلة الصب الكاستنج. وهنا في مرحلة الكاستنج بيتم خلط المحلول اللي بيحتوي على المادة الفعالة والمكونات المساعدة، وبعد كده بيتصب على السير المتحرك عن طريق النظر اللي أمام حضراتكم. طيب، انا هنا عملية الصب لازم تكون دقيقة معايا عشان اضمن ان السيكنس والتوزيع يكونوا متجانسين طول الفيلم، ما يحصلش معايا مشاكل وانا شغال. طيب، بعد الصب واتأكد من عملية الصب، ببدأ اتحكم في سمك الفيلم باستخدام نظام تحكم آلي موجود في المكنة. والخطوة دي مهمة جدا لان السيكنس بيأثر على سرعة ذوبان الفيلم، وكمان على الجرعة اللي هتوصل للمريض. طيب، بعد ما اتأكدت من السيكنس، يبدأ يخش معايا مرحلة التجفيف. وهنا الهواء السخن بيتوزع بدرجات حرارة محسوبة عشان الرطوبة تقل تدريجيا من غير ما يحصل أي مشاكل، سواء في فقدان جودة الفيلم أو أي تشققات. طيب، أنا خلال مرحلة التجفيف بحاول أتابع على طول درجة الحرارة والرطوبة عشان نوصل لنسبة رطوبة مثالية، لا عالية فتبوظ الفيلم ولا قليلة فالفيلم يتكسر. بعد ما بخلص مرحلة التجفيف، بيتم لف الرول على ضرفيل، برضو بتحكم فيها عشان ما يحصلش اي مشاكل معايا في الفيلم، ولا يحصل معايا تجاعيد تأثر معايا في الخطوة اللي بعديها في البوشة. وهنا حاولت على قد ما اقدر اوصل لكم فكرة ال ODF والكوتينج، وان شاء الله في فيديو هتلاقي فيديوهات كمان على قناتنا على اليوتيوب فارماسيتيكال بروفيشنال. لو انت في مجال صناعة الدواء او ناوي تدخل المجال ومش لاقي اي محتوى عملي حقيقي، احنا هنا بنتكلم عن تشغيل ماكينات الكبس، وازاي تظبط بارامترز تتعامل مع مشاكل التكسير واللامينيشن والوزن. وكمان بنغطي الكسوة من اول تحضير المحلول لحد الحصول على فيلم كوتنج مظبوط من غير تقشير ولا نقط ولا تفاوت. هنتكلم كمان عن خطوط ال ODF ووحدات ال ODF خطوة بخطوة مع مشاكلها وحلولها. كمان في محاضرات مسجلة ونصايح للمقابلات في شركات الأدوية، ونقل خبرة واقعية من ناس شغالة بالفعل جوه المصانع. لو مهتم بالصناعة وعايز تفهم بعيون ناس على خط الإنتاج، اشترك في القناة.